بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا التسجيل الأخير عن أحداث بريان المأساوية، أود أن أوجه كلمة إلى أبناء منطقة وادي مزاب بدون استثناء، من خلال الإخوة الذين يعرفونني طبعا ويتابعون مداخلاتي عن طريق اليوتيوب وعن طريق موقعي الخاص، لأن كبار السن منهم يعرفونني كتلميذ في المدرسة وكطالب في الثانوية، ويعرفونني بعد ذلك كأخ مواطن لهم، ويعرفون أنني أكن لهم كل الاحترام والتقدير، وأنني أحفظ لهم فضلهم وأعترف لهم بالمعروف، وسيبقى ذلك إلى الأبد إن شاء الله، بصفتهم هم المعلمين وهم المربين. أسأل الله تبارك وتعالى يجازيهم خير. كذلك من خلال النخبة من أبناء المنطقة الذين يعرفونني والذين كانوا زملاء لي في الدراسة وخلان في الطفولة، والذين تربطني بهم مودة وأخوة قوية وخالصة، واللي بهم علاقات طيبة إلى اليوم الحمد لله. وحتى من خلال الشباب الجديد الذين لم يروني ولكن سبحان الله ما زالوا يعني يتواصلون معي عن طريق الإيميل وعن طريق سكايب وعن طريق اليوتيوب. فمن خلال هؤلاء كلهم يعني أريد أن أوجه كلمة لأبناء منطقة وادي مزاب جميعا، فهي في الحقيقة أمانة، يعني تبليغ هذه الرسالة هو أمانة في أعناق هؤلاء الإخوة، لأن أحداث بريان لا تخص الضحايا في مدينة بريان فقط، وإنما هي تخصنا جميعا ويؤلمنا ما يعني الذي وقع في بريان يؤلمنا جميعا ونأسف له جميعا، ويتطلب منا ويجب علينا السعي بكل إخلاص وبكل جد من أجل تخفيف آثار هذه المحنة العظيمة على أبناء المنطقة. يعني نريد أن نتعاون حتى نتفادى يعني الآثار السيئة لمثل هذه الأحداث على أبنائنا في المستقبل. فأولا أنا أريد أن أقترح على إخواني في بلدية القرارة في منطقة القرارة، هؤلاء الناس أعرفهم ويعرفونني، وأنا أوجه خطابي للنخبة من هؤلاء الذين لهم الحمد لله أنا أعرف بأن لهم فضل وأن لهم سمعة طيبة وأن لهم سلطة معنوية وعندهم شخصية اعتبارية في المجتمع الذي يعيشون فيه، وهؤلاء موجودين من الإباضية ومن المالكية. وأنا أصبحت أكره كلمة أعيان الإباضية وأعيان المالكية، لأن فيها تكريس للفرقة يا إخواننا، راه فيها تكريس للفرقة، يجب أن ننتبه إلى هذا الأمر جيدا. خلاص كفانا من أعوان هؤلاء وأعيان هؤلاء وأعيان هؤلاء، نريد النخبة التي لها تأثير على الجميع، التي لها سمعة طيبة عند الجميع، هذه النخبة هذا وقتها. يعني نريد أن أبناءنا سواء من الإباضية والمالكية عندما يرون واحد من هؤلاء لا ينظرون إليه بأنه من طائفتهم أو من فئتهم، وإنما ينظرون إليه أنه من هذه الهيئة التي تسعى وتسهر من أجل مصلحة الجميع، ويحترمونها الجميع كهيئة ويحترمونها كأشخاص كذلك، وهذا قائم موجود، وأنا أعرف كثير من إخواني يحترمهم الجميع، فلماذا يبقى هما على يعني يتفرجون؟
يا إخواننا خذوا المبادرة وشكلوا هيئة منكم أنتم، ليست هيئة لتوزيع السكنات ولا لترشيح الناس للمناصب، ليست هيئة تأخذ، وإنما هيئة تعطي لمجتمعها، هيئة تستثمر سمعتها، تستثمر قيمتها الاجتماعية، مركزها الاجتماعي، شخصيتها الاعتبارية في التأثير على الآخرين، توظفها من أجل تعزيز روح التعاون وروح التضامن وروح التآخي وروح الائتلاف بين المواطنين في هذه المنطقة. هذا هو المطلوب. بادروا إلى تأسيس هذه الهيئة وأنتم أهل لها والله. خلي الإخوة اللي راهم أعيان تقليديين في فئاتهم اتركوهم، هذو الله يعينهم، خليهم يقوموا يعني يحلوا المشاكل الداخلية للفئات الاجتماعية، ولكن لازم هيئة تكون لها قيمة عند الجميع، وهذه موجودة. يعني فقط أنا أتحرج من ذكر أسماء الرجال فقط. خذوا المبادرة يا إخواننا، مراكزكم الاجتماعية، مناصبكم، نشاطكم، سمعتكم، مستواكم الثقافي، كل يسمح لكم أن تتخذوا هذه المبادرة، فلا تترددوا جزاكم الله خير. عندما تشكلوا هذه الهيئة بإذن الله تعالى سيكون لها مفعول جد إيجابي على تعزيز السلم والأمن والاستقرار والألفة والأخوة بين المواطنين في منطقة القرار. ثم بعد ذلك نقولوها تحركوا، هذه المجموعة تتحرك كجسد واحد، كقلب واحد، كموقف واحد، وتتحرك الإخوة في بريان وتعطيهم المثال وتنقل لهم التجربة وتشجعهم على أخذ المبادرة وتتعاون مع جميع أبناء المنطقة على تعزيز مثل هذه المبادرات في كل مكان. وبهذا بإذن الله تعالى ننتهي من القصة هذه نتاع أعيان هؤلاء وأعيان هؤلاء والاجتماعات الشرفية، لأننا لسنا بحاجة إلى مناصب الشرف وجمعيات الشرف وهيئة الشرف. نريد جمعيات، نريد هيئات تقوم بالعمل في الميدان وتنجز برامج واقعية تبعث وتعزز روح الأخوة والألفة بين الإخوة، حاجة في الميدان تخلي الإخوة يحتكوا ويتعاونوا ويتفاعلوا مع بعض حتى تتعزز أواصر الأخوة وأواصر الألفة بين الإخوة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية متعلقة بقضية الاجتهاد المذهبي. خلاص يا إخوة، يجب أن تتحرروا من عقدة التمسك بالفقه المذهبي. الفقه المذهبي جزا الله خير العلماء القدامى، اجتهدوا لحل مشاكلهم في زمانهم وفي مكانهم وفي ظروفهم، واستنبطوا من أحكام الشرع، من نصوص الشرع، من سنة ومن كتاب الله ما يناسب حياتهم ويحل لهم مشاكلهم. اليوم فتواهم وأحكامهم يا إخواننا ليست لا آيات قرآنية ولا أحاديث نبوية صحيحة، ملزمين نحن بأخذها. هو اجتهاد رجال. اليوم أنتم مطالبين بتجديد هذا الفقه، ومعلوم عند العام والخاص ليس عند العلماء فقط بأن الفتاوى والاجتهادات والفقه يتجدد، والأحكام الفقهية تتجدد بتغير الزمان والمكان والظروف والملابسات. فعلى الإخوة أن يأخذوا المبادرة. أهل العلم طبعا أنا مانيش نقول أي إنسان يأخذ المبادرة. أهل العلم يأخذ المبادرة لتجديد الفقه المذهبي. معليش الإخوة الإباضية يبقى على مذهبهم والمالكية يبقى على مذهبهم، ولكن يجب تجديد والنظر من جديد في المسائل الفقهية والاجتهادات الفقهية حتى تناسب حياة الناس اللي يعيشوها اليوم. بارك الله فيكم. هذه نقطة ثانية. النقطة الأخيرة هي متعلقة بالحقيقة بعامل غير داخلي، عامل خارجي، والإخوة الوافدين من المناطق الأخرى، الناس اللي يجيبوا لنا في مشاكلهم، يعني مشاكل دمرت مناطق أخرى في الوطن ينقلوا لنا فيها الواد نظام، يعني باش يزيدوا يفجروا لنا. ما كفاناش المشاكل المذهبية والشيء اللي راح حاصل، زايد رايحين يجيبوا لنا مشاكل أخرى. يعني الإمام يوسف الطفيش قطب المذهب في هذا الزمان، والشيخ بيوض عالم
وسيد الإباضة في هذا الوقت وأبو اليقظان والشيخ عدون ومفتي زكريا وخباشة وغيرهم من أرباب الثقافة والأدب والعلم ما فهموش الأصول نتاعهم، يعني يستناو في هذا الزمان ناس يعني ماناش عارفين من يجيبوا في الكلام نتاعهم، يستناوهم باش يعاودوا يرجعوا لهم الأصول. هذا يعني هذه مغالطة كبيرة. الحاجة الأخيرة هي قضية النظام. النظام راه يريد أن ينشئ بؤر توتر في هذه المناطق حتى يبرر تعزيز مضاعفة عدد الشرطة في الجزائر. فعليكم أن تنتبهوا لهذه الأمور وتأخذوا بما يصلح بأحوالكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعوض إخواننا في بريان خيرا مما أخذ منهم، وأن يلهمنا الرشد ويوفقنا إلى ما فيه الخير، ويعيننا وإياكم إلى الصلح وإصلاح ذات البين، ويجعلنا ممن يعني يعملون للخير إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.